عاملين ايه فيديو تحديثات فيجما. اجندة الفيديو دي مقسومة لثلاث نقط اساسيين. اول نقطة انا اعمل انبوكسنج، وتاني نقطة هنعدي على التحديثات في اسرع وقت ممكن، دقيقة او دقيقتين. والنقطة التالتة هتاخد وقت كتير من الفيديو، هل المصممين سيتم استبدالهم في يوم من الايام ولا لا، وحقيقة المفارقة اللي ما بين فكرة وجود AI والتكنولوجيا الجديدة. المصممين الجدد احيانا بيخافوا منها، ما اعرفش السينيور ديزاينرز بيخافوا منها برضو ولا لا، بس هنناقشهم كلهم في الفيديو ده. طيب، انا رحت الواتش بارتي او المكان اللي بنتجمع فيه كلنا از ديزاينرز، نتكلم نعمل نتوركينج ونتفرج على ايفنت فيجما لايف. فيجما عامله حاجه حلوه قوي، ان هي مهتمه جدا ببيلدينج الكوميونتي اراوند التول. ممكن دي عايزه فيديو لوحدها تاني عن اهميه بيلدينج كوميونيتيز وكالتشر والكلام ده كله. بس فيجما مهتمه جدا ان يكون ليها زي حد يمثلها او مجتمع يمثلها في كل بلد. ففعلا هو حرفيا كان في ناس كتير جدا على مستوى كل البلدان بيتفرجوا على الايفنت لايف بتنظيم تبع فيجما. انا رحت، ونشكر مؤمن هشام على استضافته للواتش بارتي. مؤمن وزع علينا حاجات حلوه قوي، الستيكرز دي اهي بتاعت فريندز اوف فيجما بس في كايرو، وكل الناس خدت الطاقيه الجميله دي اهي. مش ده الانبوكسنج على فكره، الحاجه الوحيده اللي انا خدتها لوحدي مؤمن الله يكرمه جاب لي هديه. انا بقى هحاول افكها معاكم بسرعه جدا، وهي حاجه كده بتتحط على السكرين عشان تعمل اضاءه في السكرين اللي ورا دي. هفكها دلوقتي اوريها لكم. حلوه جدا، تخش بوصله يو اس بي تقريبا، في زي دبل فيس نشيله نظبطه على نص السكرين. انا بقى بتعقد جدا من السلوك لدرجه ان انا هبقى اعمل لكم حلقه مخصوص عن السيت اب. طبعا السلك ده مش هيفضل كده على طول، بس يعني ايه فور ناو. نشغلها، واو حلوه، مش باينه طبعا، نقفل النور ده. توتو حلو والله، تحس ان هي سينمائيه كده. خلينا نخش على الابديتس بتاعت فيجما في اسرع وقت ممكن. يو اي 3 فيجما قدمت يو اي او انترفيس جديد للديزاين، بقت فليكسبل، تقدر تتحكم في حجمهم. معظم التولز نزلت بقت تحت، فشبه كده فيج جام، بقت التولز قريبه منك شويه. في ناس تنتقد اليو اي ده، وبدا انتقاد يزيد الايام دي خاصه بعد يوم او يومين من الاستعمال. خلينا نشوف الفيديوهات اللي جايه احنا ممكن نعمل فيها ايه. فيجما اي اي which is اهم ابديت دلوقتي، تقدر تعمل بروتوتايب بضغطه زرار، تسمي اللايرز بضغطه زرار، تشيل باك جراوند، ده كان موجود اصلا قبل كده في بعض التولز الثانيه. تريبليس تكست، يعني حرفيا يبقى عندك تكست عايز تغيره، بدل ما تروح تعمله في شات جي بي تي يبقى عندك موجود في فيجما. تغير التكست، تكتبه بطريقه مختلفه، تجنريت دامي تكست مختلف ومتنوع ويديك واقعيه اكتر للتصميم بتاعك. تقدر بعد كده لو انت عندك حاجه بتدور عليها ومش عارف ايه هي ومعاك سكرين شوت منها مثلا، تقدر تقوم حاططها وقايل لفيجما دور عليها، يجيب لك الديزاين بتاعها. ولو عايز تدور على ايكون ومش عارف توصفها، ممكن ترسم حاجه سكتشي زيها كده وتلاقي الايكون على طول. بعد كده التصويرات على الديف مودز. دلوقتي الديف مود يقدر يبقى فيه ديزاين ستاتس اوضح واحسن في طريقه عرضها كدوكيومنتيشن، شبه شبه نوشن كده. فمسافه ما تعمل حاجه ريدي فور ديف ويجي الديفلوبمنت يشوف الكلام ده كله، يشوفهم في صفحه كامله مع بعض. دلوقتي بقى في فوكس فيو اللي هو اللي انا كنت لسه بتكلم عليه دلوقتي. واحسن حاجه في الديف مود حصلت حاجه اسمها كود كونكت، بقى في تواصل اكتر ما بين الكود وما بين، او يعني ده سيتم عمله بشكل احسن في المستقبل كمان، وما بين الديزاينز. فدلوقتي لو في حاجه انت عايز تعملها اديت، ممكن تو بي اديتد في الديزاين، وبعد كده الاديت ده يسمع على طول في الكود. ده هيحسن شويه التواصل ما بين الديفلوبرز والديزاينرز. واهم حاجه واهم فيتشر دخلت الا وهي فيتشر فيجما سلايدز which is يعتبر برودكت جديد دخل على فيجما. وان فيجما دلوقتي بقى بضغطه زرار يقدر يبقى عندك المكان ده بتحضر فيه برزنتيشن زي الباوربوينت او اي تول بتعمل فيها برزنتيشنز. تقدر تتعاون برضو مع التيم بتاعك وتنفايتهم على السلايدز. بقى في تحكم اكتر في مكان السلايدز، بدل زمان كنا بنعملها بشكل مانوال، نعمل اوتو لي اوت ما بين السلايدز عشان نحركهم براحتنا. بقى
بقى في تمبليتس اكتر حتى للسلايدز، تقدر بقى مع الوقت جوه السلايدز تغير التون بتاعت الكلام، فاكنك عندك تشات جي بي تي حرفيا جوه السلايدز، مش محتاج تطلع بره. وبقى في تولز او انترفيس بسيط جدا يحسن لك من تجربه السلايدز. بعد كده بقى الاوتو اوت احيانا تبقى، زمان كنا بنتعب قوي على ما نعمل اوتو اوت لاي كارد او اي ديزاين، خاصه واحنا بنتريد في الاول. دلوقتي بضغطه زرار تقول له اعمل اوتو اوت، بقى هو بيعمله ويقترح عليك اوتو اوت للكومبوننت اللي عندك. واخر تحديث حصل على فيك جام، وهو ان فيك جام بدل ما كنت تفتح صفحه او بورد، البورد نفسها بقى جواها عدد من الصفحات زي ما كان موجود في الفيجما ديزاين. وبالتالي نقدر نقول ان فيجما خلاص دخل هو كمان في عتبه الاي اي. بس خلينا ننقل نفسنا للموضوع التاني. خلونا دلوقتي نتكلم عن الجوانب النفسيه في الموضوع، لان فيجما جت في اخر الكينوت او البرزنتيشن بتاعتها وعرضوا جزء مهم قوي. Okay, we launched a lot of stuff today, and as we close, I have some short parting thoughts that I want to share. To build more unique products in a future with AI, your craft will be the differentiator. For us at Figma, craft is both seen and also felt. And we know we need to continuously raise our bar to meet yours. This means continuing to expand the breadth of our capabilities while also improving the quality of the software that you use every day. ومن هنا نفهم ان في فكره عامه هم عارفين الديزاينرز هتيجي في بالهم، فكره ان الاي اي فيتشرز ممكن يعني تشيل ديزاينر من مكانه وتخليه يبطل شغله وكده. فتعليقا على هذه الحته اللي كويس جدا ان فيجما بعد ما ذكرت كل الابديتس دي شايل اهم فكره ان في ديزاينر قاعد قلقان يا ترى الابديتس دي هتاخد مكاني او هتخليني ابطل شغل، او خاصه الناس اللي ممكن تكون بتبدا في اي ديزاين كارير او حتى في اي كارير، بيحس ان الابديتس اللي بتحصل على التولز ممكن تاثر على شغله. في مليون نقطه ممكن نذكرها هنا، خلينا نبدا باول نقطه فيهم، فكره ان اي مجال في الدنيا مقسوم لحاجتين او لاكتر من حاجه، بس في جزء منه بيعتمد على ادائك في التول اللي انت بتستخدمها، وفي مهارات تانية ما بتعتمدش. مش عايز اقول هارد سكيلز سوفت سكيلز، لان الهارد سكيلز برضو احيانا ممكن تكون بره التولز نفسها، زي انك تكون شاطر في التيبوجرافي بعيد عن ان انت بتعرف تعمله فين في انهي تول نفسها، بس عموما شاطر في التيبوجرافي this is an hard skill. بس في النهايه جزء تحت الهارد سكيلز فكره وجود تول، يعني ممكن نقول ان التولز ربع المجال او ربع الاندستري اللي انت شغال فيها. خلينا نقول ان التول سهلت الدنيا لدرجه انها مش محتاجاك تشتغل فيها، مش مشكله، في 3/4 الاندستري موجوده، في حاجات لا يمكن حاجه تستبدلها. فحتى لو تم استبدال حاجه انت بتعملها لان التول بقت اسهل، فمش مشكله، في فانكشنز تانية انت ممكن تأديها، في مهارات زي سوفت سكيلز كده يعني. مش عايز اقول ما حدش هيستبدلها، ما حدش عارف كمان 10 سنين ممكن يبقى في ايه، لان في تولز دلوقتي بقت بتستبدل الكونتنت كريتورز كمان. بس في فانكشنز كتير انت بتأديها، وللاسف الفيديو ده مش هيستحمل نشرح الفرق الشاسع بين الهارد سكيلز والسوفت سكيلز، بس الدومين ده هنعمله فيديوهات كتير قدام. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها ان الانسان دايما بيبقى بايزد او ميال انه يفكر في الحاجه اللي تهدده. كان في فيديو على فكره على اليوتيوب كانت تجربه يعني في ريسيرش، فجابوا في الريسيرش ده سلايدز بتتعرض ورا بعضها بسرعه زي تايم لابس كده، دي بسرعه. وسط السلايدز دي في صوره، هي مجموعه من الصور، في صوره العقرب او عنكبوت او حاجه يعني تقلق شويه، فلقوا ان معظم الناس خدت بالها على طول، مع ان الصور بتعدي بسرعه جدا، ان صوره العنكبوت ظهر لهم وخدوا بالهم منها، باقي الحاجات مش متذكرينها خالص. الانسان بطبيعته بيدور دايما على او هدفه غريزيا يعني ان هو يسرفايف، فدايما لما بيجي يشوف اي تغيير حواليه او اي حاجه جديده بيشوفها الاول وبيتلقاها على انها تهديد، فبيدور دايما على نقطه التهديد اللي ممكن يلاقيها في الحاجه اللي بيشوفها. انا حتى لما كنت قاعد في الواتش بارتي وبتفرج على الحاجه، كان دايما الناس قاعده مستنيه وبتقبل الموضوع، مش معظم الناس بس حتى اصدقائي، حتى انا شخصيا، اللي هو مستني اللي هو ايوه هيقولوا الحاجه اللي هتهددني، مش هيقولوا الحاجه اللي انا مستمتع استكشفها، لا هتهددني. فالناس في الاول بطبيعتها بتتلقى اي تغيير بصيغه تهديد، وبعد كده بتكتشف ان اللي بيحصل ده في صالحها لو هم حابين يتطوروا. ان احيانا التطور اللي بيحصل على التول بيدفعك انت انك تطور في دومين تاني، وده ينقلنا للكونسبت رقم 3. في فانكشنز بتحصل، تخيل في خط انتاج العصير، فالعصير وهو بيعدي الاول بيطبع عليه، وبعد كده مثلا بيتملي العصير، وبعد كده يتحط الشاليمو يتلزق فيه، في بروسيسز بتحصل. فلو في بروسيس منهم اتسهلت وقصرت فمبقتش موجوده، ده معناه ان في مساحه تانية هيفضى فيها وقت، او ده معناه ان في اشخاص هيمشوا من هنا ويعملوا حاجات تانية، وبالتالي هيتعلموا حاجات جديده.
فانت لما بتلاقي التول بتسهل عليك حاجه، للاسف هي بتدفعك بشكل تلقائي انك تقوي نفسك في حته تانية، وهنا تيجي مقاومه التغيير. النقطه الرابعه which is يعني من اهم النقط اللي عايزين نتكلم فيها، وهي نقطه ان الواحد دايما لازم يفكر في الحاجه اللي يقدر يتحكم فيها. للاسف وانا كمان بقع في الفخ ده كتير، وهو زي ما بيقولوا عليه فخ عقلي، مايند تراب، ان الواحد بيفكر في الحاجات اللي بره تفكيره. يعني بره تحكمه مش بره تفكيره. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا مثلا سمعت الابديتس دي فقاعد اقول يا ترى هيستبدلونا امتى، ويا ترى بقى ايه الابديت اللي جاي اللي ممكن يخش ويستبدلنا، ويا ترى كمان مثلا سنه ولا 2 الدنيا هتروح بينا على فين. للاسف كل الاسئله اللي سالتها دي اسئله اوت اوف كنترول، يعني حتى لو انت عرفت اجاباتها مش هتعرف تغير منها، ومش انت اللي بتعملها. يعني مفيش حاجه بكره هتعملها تصحى من النوم تغير في الحاجات دي. حد فاهم قصدي؟ السؤال اللي ممكن اتحكم فيه هو ايه هو مثلا اكتر حاجه عجبتني في الايفنت وممكن اطبقها بكره، ايه اكتر حاجه عجبتني وممكن اشاركها مع التيم في برزنتيشن، ايه الفيتشر اللي انا هستخدمها بكثره، ايه الفيتشر اللي انا محتاج اتعلمها عشان المكان الجديد اللي انا رايحه ممكن يعتمد عليها بس المكان اللي فيه مش هيعتمد عليها. يا ترى الابديت اللي جاي بعد كده هل انا ممكن اشتغل عليه واعتبر نفسي فرد جوه فيجما واعمل له ديزاين وببلشه على الانترنت واتكلم عنه؟ جايز تكون دي واحده من الكيس ستاديز. كل اللي انا قلته ده حاجات ان يور كنترول، تقدر تتحكم فيها، تقدر تعملها من بكره، وهتشيل عنك التوتر والقلق لما تشوف النتيجه بتاعتها ولما تشوف الثمار بتاعتها. بمعنى ايه؟ انا دايما مثلا ممكن اقول ايه، حال البلد مش عاجبني. ما هو حال البلد اوت اوف يور كنترول يعني، وهي دي الفكره، ان انت يعني هتشغل بالك بحال البلد. دخلنا في السياسه يعني، لا صعبه دي. اقصد ايه؟ وبعدين يعني كل الاسئله اللي هي بره تحكمك مش هتوديك لحاجه باختصار شديد. ففي 3 ستيتس او 3 حالات، يا تفكر في حاجه انت تقدر تعملها، يا تفكر في حاجه مش هتعملها، يا ما تفكرش خالص. انا بالنسبه لي اخر 2 مش نافعين معايا. ما افكرش خالص يبقى انا هقعد في البيت ومش لاقي حد يصرف عليا. افكر في حاجه بره تحكمي ايأس وهاحبط. لكن لو ما افكر انا ممكن اعمل ايه بكره، او ايه الاداه اللي ممكن استخدمها كتير، او ايه الفرص المتاحه. وهنا خلينا نتكلم عن النقطه اللي بعد كده، وهي فكره الفرص المتاحه. يعني ايه؟ انا اكتر ابديت عجبني هو ابديت السلايدز. انا بحب جدا اعمل برزنتيشن وبريزنت، وبحكم ان انا بعمل كينوتس او بابليك سبيكينج او ورش دايما بعمل برزنتيشنز. لما لقيت فكره السلايدز اتعملت، ودي حاجه حلوه من فيجما، ان هم شافوا بيهيفير من اليوزر بتاعهم، هم اصلا مش عاملين الاب عشان كده، بس ادابتوا مع البيهيفير ده وبالارقام وبلغه الارقام زي ما عرضوا في الايفنت. في 35 مليون سلايد اتعملوا تقريبا، فده امباكت عالي جدا ان هم ينفذوا فيتشر مخصوص لده، فعملوا سلايدز. الاوبورتيونيتي اللي قايمه على ده ايه؟ ان في سوق كامل. انا وانا قاعد بتفرج على كده بقول ايه ده في كومبيتيشن هنا ما بين فيجما وما بين باقي الادوات اللي شغاله في الدومين ده معنى ان في كومبيتيتيف اناليسيز ممكن يتعمل ما بين فيجما وبين باقي الادوات، زي في اداه اسمها بيتش تقريبا، زي باوربوينت، زي فيجما سلايد، زي جوجل سلايدز. ليه ما اعملش انا كومبيتيتيف اناليسيس ما بين فيجما وبين كل الناس دي؟ ليه ما اقدمهاش لفريق فيجما كده از فري كيس ستدي؟ ليه ما اعملش ده وانشره على الانترنت مثلا از كرييشن موديل؟ لو فاكرين الفيديو بتاع يعني providing value في الفيديو بتاع يس موديل مثلا، رابع خطوه فيه ان انا provide value، ادي value ممكن اقدمها. دي فرص قاعده تتفتح. ليه ما اجربش اعمل؟ اول ما شفت الموضوع بتاع ابديت سلايدز قلت كده ده معناه ان في سوق كامل هيتعمل، او سوق كامل من التمبليتس بتاعت السلايدز. زمان كان الموضوع بيتعمل على مدد شويه، مش مشهور قوي يعني، مش محتاجين فيجما تقعدوا تعملوا سلايدز. دلوقتي بقى في برودكت للسلايدز، ده معناه ان في تمبلتس للسلايدز، ده معناه ممكن ابيع تمبلتس للسلايد. فليه ما اعملش 100 تمبلت وابيعهم؟ دي فرص. في ناس بتتفرج علشان تشوف فرص، في ناس بتتفرج عشان تشوف ثريتس او تهديدات. فرق شاسع من انت دايما بتتفرج وانت عايز تشوف الفرص، فرق شاسع من تتفرج عشان تشوف هتهدد ازاي. مش عايز اروح دلوقتي على ChatGPT واقول له ايه هي الاوبورتيونيتيز ممكن تجربوها انتوا، يعني ممكن اعمل ده في حلقات بعد كده. خليه الاول قبل ما انت تقول له ان في ابديتس في فيجما، اساله تعرف ان فيجما عملت ابديتس؟ يقول لك قول له ليست الابديتس دي. فلما ليست ليك الابديتس بمنتهى البساطه تقول له طب ايه هي الاوبورتيونيتيز از ديزاينر اللي انا ممكن استغلها واعملها، ويا ريت تقدم له كونتكست. تقول له ان انت جونيور ديزاينر مثلا وعندك كونتكست معين وعايز استغل الابديتس دي لصالحي، هيلست لك اكشنبل بوينتس، ويا ريت تقول له اديني بلان واديني استراتيجي على الاكشنبل بوينتس دي. لو عملت كده هتبقى انت استغليت الذكاء الاصطناعي في ان هو يساعدك عشان تبلان لقدام وتشوف الفرص في اي حاجه. ده ممكن تعمله على فكره في حاجات كتير وفي اي ابديت جاي بعد كده.
فاتس مايند سيت، يعني تتعلم ان انت تفكر صح، مش تنفذ صح وخلاص وتمشي ورا اي تهديد ممكن يجي في دماغك. النقطه الاخيره اللي عايز اقولها ان طريقه التفكير دايما هي اهم شيء. المايند سيت، العقليه، الاتيتيود، الكلمات دي كلها للاسف تعريفهم بيبقى صعب شويه، بس انا بحاول اصيغ كل حاجه بشكل عملي وبعد كده اعكس على الصوره الكبيره. اللي احنا بنقوله ده كله مايند سيت، عقليه. مش عايز منك اكتر من انت تكون فاهم ازاي تفكر في الحاجات، وتكون عارف ان كلنا بما فيهم انا بحس بنفس هذه الاشياء، بحس بالتهديد عادي جدا، بس عشان واعي ان التهديد ده فخ عقلي بيقع فيه وده طبيعي جدا، بصحي نفسي واقول لا، انا ما ينفعش افكر كده، لازم افكر بالطريقه التانيه. انا كده خلصت، اشوفكم على خير، واستنوا حلقات تانية نتكلم فيها اكتر عن فيجما وما بعد فيجما. اشوفكم على خير.